مساء الفل. حابب بس اقول لجمهور الاهلي بلاش تبقى انتوا السبب في خروجنا من بطولة افريقيا. بلاش تبقى انتوا السبب في خروج الفريق من بطولة افريقيا. بلاش تبقى انتوا السبب في خسارة الدوري السنة دي. بلاش تبقى انتوا السبب في نكسة الاهلي السنة دي. انتوا طول عمركم سند وظهر للنادي الاهلي في كل مكان، واي حاجة بتعملوها في المدرجات، المجموعة اللي بتروح المدرجات او الجماهير اللي بتروح المدرجات دول على عيننا وعلى راسنا، بس اي حاجة بتعملوها دي العقوبات ما بتجيش عليكم، العقوبات بتيجي اول حاجه بتاثر على نادينا وعلى فريقنا. عايز اقول لكم ان انتوا اول ناس بتهاجموا اللعيبه بعد اي مباراه حتى لو كنا فايزين. انتقدوا، انا مش ممانع ان احنا ننتقد، وانا اول واحد بنتقد، لكن باحترام من غير ما نهد فرقتنا. ومعانا مدرب تعبان، جالنا قبل كده مدرب تعبان، وهيجيلنا وما زلنا. نتكلم في قصه المدرب واللاعبين دي الاول، نتكلم في قصه المدرب واللاعبين دي بعد كده، لكن دلوقتي خلونا نركز في المرحله دي. انتوا بسببكم الاهلي اتمنع من جمهوره قدام الترجي، وربنا يستر وما نخرجش من المباراه دي. ربنا يستر والفريق يكون شدد حيله. هتقولوا لي اللعيبه عليها عامل كبير، اقول لكم موافق وعارف ان اللعيبه مش رجاله في الملعب، وعارف ان المدرب بتاعنا تعبان وفكره على قده اللي كنا طالعين بيه السما اول ما جه. عارف الكلام ده كله، بس برضو في الاول وفي الاخر انتوا اللي بايديكم تعملوا كل حاجه. انا بقيت احزن على منظرنا في الملاعب، واحنا مش مكملين حتى ربع المدرج بتاعنا ولا نص المدرج بتاعنا. ما حدش يقول لي مباراه زد كان الجمهور كتير، لا اتفرجوا على مباراه الزمالك الاخيره، اتفرجوا الجمهور كان مالي المدرجات ازاي في استاد القاهره، عشان بس ما حدش يقول لي ده الاستاد برج العرب ولا استاد الجيش الصغير ومش عارف ايه. لا، كان في استاد القاهره. اتفرجوا على جمهور الزمالك بيعمل ايه، اتفرجوا على الاعلام، اتفرجوا على الرايات اللي بتترفع، اتفرجوا على الهتافات، اتفرجوا على التشجيع. انا ايوه انا بشيد بجمهور الزمالك، هو ده اللي هينجح فرقته السنه دي. ولو الزمالك بعد الشر طبعا خد الدوري السنه دي هيبقى بسبب جمهوره، واقول له شابوه، تحيه الف تحيه لجمهور الزمالك ولاعيبه الزمالك الرجاله، وهنتكلم بعدين على موضوع لعيبه الاهلي. بس انا دلوقتي عايزين ننقذ ما يمكن انقاذه. اول حاجه خلاص احنا اتحرمنا من الجمهور في مباراه الترجي في بطوله افريقيا، ماشي، في دوري ابطال افريقيا. طب ايه المرحله الجايه؟ نقف جنب فرقتنا بقى في الدوري، ندي لهم حافز. المباراه الجايه دي اكبر حافز تشجيع لفرقتنا المفروض في الدوري. يعني ملناش علاقه بقى بنتائج الفرق الثانيه. نكسب، نخلي فرقتنا تكسب، نشجع فرقتنا، بلاش نقل ادبنا، بلاش نغلط في حد، بلاش نرمي ازايز، بلاش. ليه؟ انتوا نفسكم بتشتكوا ان الحكومه وبتمسكوا ومش عارف ايه وكلام ما عشان اللي احنا بنعمله. احنا فينا مجموعه ما تستحقش انها تشجع اصلا النادي الاهلي. في مجموعه ما تستحقش انها تشجع النادي الاهلي، اللي بيخرج عن النص ويقل ادب ويشتم وبالاب وبالام والكلام ده. ليه ما تخليكم محترمين؟ نشجع فرقتنا، نشجع اللعيبه. ليه نشتم في اللعيبه؟ طيب واحد غلط، انت عايز اللعيب يبقى طول عمره في مستواه عالي؟ لا طبعا. هتقول لي يا عم ده بياخد ملايين، ماشي، ما قلناش حاجه. دي في اداره، في اداره مسؤوله عن الكوره، اداره مسؤوله عن اللعيبه، هي دي اللي تحاسبهم، وفي لائحه عقوبات ومكافئات ومالناش علاقه. احنا ننتقد لكن ما نهدش، فانا نصيحتي يا ريت نقف جنب فرقتنا الفتره اللي جايه، يا ريت نقف جنب فرقتنا الفتره اللي جايه ونقف وراهم. لكن كده احنا بنهد فريقنا. انا بشوف جمهور الزمالك بتحسر. ايوه، انا بشوف جمهور الزمالك بتحسر على جمهورنا. ليه ونفسي اناشد الاداره، وكلمت في الموضوع ده اكتر من مره. يا جماعه، يا كابتن سيد، انت رجعت خلاص الاداره، بقيت في اداره النادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ. ليه ما تتكلموش على موضوع رابطه للجماهير تشجع في المدرجات، تعمل كنترول على الناس، تعمل كنترول على الشتايم وقله الادب اللي بتحصل، تعمل كنترول على الخروج عن النص، ما حدش يهاجم اللعيبه. وصفحات السوشيال ميديا اللي كلها نازله شتيمه في اللعيبه بعد كل مباراه حتى لو فايزين. يا عم فايزين، افرح. ما انت شفت مستوى الزمالك في الماتش الاخير عامل ايه، وفايز 1-0 بالعافيه، ومستواه كان زباله، ومع ذلك جمهوره فرحان. وما شفناش الانتقادات دي كلها، ما شفناش قله الادب والشتائم دي كلها. افرح، انتقد، قول مستوى اللاعب ده بقى تعبان، ده في النازل، ده كيف في الطالع. انتوا مباراه تمدحوا في امام عاشور، ومباراه تسبوا له الدين. يعني ما ينفعش كده، ما ينفعش. مباراه لعيبه وحش تطلعوا تقولوا مش عايزينه، مباراه لعيبه حلو، ده امام عاشور مش عارف هو الكينج، هو مش عارف ايه. نفس الموضوع على زيزو، نفس الموضوع لحد لما جبتوا احباط لنص اللعيبه.
نص اللعيبه بقى عندها احباط، واللعيبه اللي كانت عندها امل ان هي تيجي وتلعب بقى والجمهور يساندها بقت تخاف منكم. اللعيبه بقت تخاف من الجمهور، مش شتايم وقله الادب، لان اسرها قاعده بتتفرج. يبقى واحد قاعد في امان الله، اهله وامه وابوه ولا مراته بيتفرجوا واولاده، وفجاه يسمعوا شتمته بودانهم. طب ليه؟ عشان خاطر لعب وحش؟ ما جايز مرهق، جايز عنده مشكله، جايز عنده مشكله تانية. يا جماعه ماشي، في نادي يتكلم في الموضوع ده وفي اداره تتكلم في الموضوع ده، مش احنا ممكن ننتقد بس لكن ما نغلطش. مش من حقنا نغلط في اي انسان. انا بصراحه واحد من الناس بنتقد اي حد يشتم ويخرج عن الاداب العامه. اي حد يخرج عن الاداب العامه ده ما ينفعش يكون يتقال عليه اهلاوي اصلا. ليه؟ طيب حط نفسك ان اخوك هو اللي في الموقف ده، حط نفسك ان ابوك اللي في الموقف ده، حط نفسك ان ابنك اللي في الموقف ده. يعني انت اي واحد بيشتم تتخيل لو ابنك بيلعب كوره وحصل كده، انت هترضى ان ابنك يتشتم؟ هترضاها؟ هتحس بايه؟ عايز اعرف احساسك كده وانت قاعد بتتفرج في التلفزيون ولا في المدرجات وسامع الجمهور كلهم عمالين يشتموا ويسبوا الدين لابنك، احساسك ايه؟ فهمني. لكن بالطريقه دي كده اكبر غلط اللي احنا بنشوفه ده، احنا بنهد فرقتنا. بلاش نبقى احنا تبقى الدبه اللي قتلت صاحبها، بلاش. احنا دلوقتي في النازل في كل حاجه، خرجنا من كاس مصر، في الدوري العام اهو، اديكوا شايفين احنا في المركز الثالث وبالعافيه وبنزاحم، اديكوا شايفين كفايه الحكام اللي عاملينه فينا، ومع ذلك بنحاول وبنعافر. فبدل ما تدوا دفعه للجمهور، يعني انتوا كلكم شايفين الحكام ضدنا والاعلام ضدنا، وانتوا كمان بتقفوا ضدنا ضد الفريق. ليه؟ ده بالعكس، ده احنا نحارب الدنيا عشان فريقنا، نحارب الدنيا عشان نوقفه على رجله ونشجع لاعيبتنا انها ترجع تاني لمستواها. ليه كده؟ انا مش عارف، انا مش لاقي لها اي مبرر اللي بشوفه. يا جماعه حرام عليكم، لا مباراه بقى دوليه ولا مباراه منزليه، مش فارقه بقى، اي مباراه لفريقنا نقف جنبه ونشجعه. وبعدين يبقى فريقنا مثلا في النازل وخسران، الجمهور ما يروحش الملعب. طب ليه؟ طب هيرجع تاني ازاي؟ من غير ما يحس بدعمكم؟ احنا اللي بندعم فريقنا. امال ايه بقى على الحلوه والمره؟ مع فين بقى المره؟ ده احنا كده عمالين نهد فيه، ما بقاش فيه حلوه، بقى كله مر. ليه خليتوا الدنيا بقت كلها مر وسواد كده؟ ده انتوا سويتوها في وشنا. الواحد ما بقاش عايز يتفرج على الجمهور الاهلي بالمنظر ده خالص. يا جماعه حرام، وقفوا جنب الفريق. سيبكم من الصفحات الصفراء اللي عماله حاطه اسم الاهلي وعمالين كل شويه يطلعوا لهم ويشتموا لاعب، واعلامي عامل نفسه اهلاوي. انا مش عارف، الاستاذ ابو المعاطي زكي كل يوم والتاني عمال يجيب لك عقود للاعبين بتاعتنا، ومشاكل في اوضه اللبس، ومشاكل مش عارف ايه، والشناوي مش عارف مين، وزيزو مش عارف كان غضبان عشان ايه، وبن شرقي مش عارف حصل ايه، والاليو ديانج جاي له عقود ايه ومش عايز يجدد ايه، واحمد عبد القادر ايه. الاستاذ ابو المعاطي زكي بعد اذنك انت اعلامي اهلاوي، مش المفروض تطلع اسرار الفريق ده. انت وكل شويه يقول لك انا قاعد على غرفه اعتبروني قاعد في غرفه المفاوضات ولا على ترابيزه المفاوضات. ما تقعد على الترابيزه، طب ما تقعد على الكرسي، ايه اللي معادك على الترابيزه؟ انا مش فاهم. ما ده انت اكتر واحد دلوقتي بنحس انك بتهد في النادي الاهلي من الاعلاميين. ما تقوليش انا بنقل الاخبار وانا صحفي وبنقل الاخبار، لا، الصحفي الصح اللي بيخاف على فرقته ما ينقلش الاخبار السيئه اللي بالدرجه دي تخلي الدنيا كلها تسخن على فرقته. انت بتهيج الدنيا على اللعيبه، وبتهيج الدنيا على الاداره، وبتهيج الدنيا على كل حاجه. حتى لو كانت اخبارك صح خليك بوزيتيف، بلاش تبقى نيجاتيف. ليه كده؟ حتى لو كانت اخبارك صح مش لازم تقولها. ما هم بيداروا حاجه، في حاجه اسمها داري على شمعتك تقيد، في حاجه اسمها اصبر. انت عارف ان اداره النادي الاهلي عامله المستحيل عشان خاطر توفر كل حاجه. حظنا سيء في بعض اللاعبين، ماشي، وده شيء وارد. ما انت عندك الزمالك اهو جايب 15 لعيب ما شافوش منهم غير 2 عدلين، 13 طالعين فيستك. فبلاش نبقى احنا كده يا استاذ سيء، يا استاذ ابو المعاطي، نبقى احنا اللي بنهد فرقتنا. ليه كده؟ يعني انا مش فاهم. كل ما افتح ابو المعاطي زكي الاقي حاطط صوره الشناوي وراه، حاطط صوره شوبير وراه، حاطط صوره بن شرقي، امام عاشور. اصل امام عاشور جاله عقود كذا وعقود كذا وده عقود كذا، وتريزيجيه مش عارف ايه، اصل زيزو زعلان عشان مش عارف مين، وامام زعلان عشان عقد مش عارف مين اعلى منه. ايه ده؟ انا بطلت اصلا اتفرج عليه خلاص، مش عايز حتى اعرف اي اخبار عن الاهلي بالطريقه دي. انت بتكرهني في الفريق، انا واحد من الناس انت بتكرهني في الفريق. فبعد اذن الجمهور الاهلي، الناس اللي بتفهم والناس
المحترمه والناس الواعيه، الناس اللي عايزه فرقتها يعلو شانها وعايزه فرقتها ترجع تاني تقف على رجلها، اقفوا بوزيتيف او اقفوا بطريقه ايجابيه ورا النادي، ورا الفريق، ورا اللعيبه. الشناوي غلط مباراه، ابو المعاطي يمسكوا يسلخوا، ابو المعاطي يمسكوا يسلخوا. يا عم انتقد، بس انت بتمسك الواحد ما بتسيبوش لمده حلقتين ثلاثه. الشناوي وخرم وايده وفرد وتاني، مش كده مش كده. ده ما هو زيه زي اي واحد بيغلط، زيه زي اي مدافع، زي اي مهاجم بيجي قدام الجون بينه وبينه مترين وما بيعرفش يدخل الكوره جون، هي يعني عادي. ما دي غلطه برده ممكن تخسرك المباراه. لما بن شرقي جاله انفراد، ولا لما اوتاكا جاله انفراد، ولا لما ده جاله انفراد، وتريزيجيه اللي هو هداف الفريق ضيع كذا انفراد، عادي بتحصل. ما لسه قافش اهو في مباراه الاتحاد كان هو والجون وانفراد وضيعها، عادي بتحصل. انما احنا لا، ازاي؟ لعيبه الاهلي ما ينفعش يضيع فرصه، لعيب الاهلي ما ينفعش يضيع فرصه، مدافع الاهلي ما ينفعش الكره تعدي منه، الجول بتاع الاهلي ما ينفعش الجول يخش فيه، ما ينفعش. ليه؟ مش عارف ليه ما ينفعش. ليه؟ ايه اللي ما نفعهوش يعني؟ ما احنا فريق زينا زي اي فريق، بنكسب وبنخسر، صارفين ملايين وبتاع، بس حظنا سيء خلاص. الدنيا مش ماشيه معانا خلاص، مش احسن حاجه، معانا مدرب زباله، ماشي، مش ما فيش مشكله، الدنيا هتتصلح. هاتوا عماد النحاس، مشوا عماد النحاس. ولو عماد النحاس جه وخسر مباراه بعد مثلا 5 6 مباريات يفوز فيهم، تاني يوم هتلاقي كل السوشيال لا عماد النحاس ما يمشيش، احنا عايزين مدرب اجنبي. ايه ده؟ ايه الشيزروفينيا اللي احنا فيها دي؟ ايه الانتقاد وعدم التركيز ايه ده؟ هل دي صفحات موجهه بقى ولا ايه؟ انا مش فاهم. بس المشكله ان بلاقي الكلام ده طالع من اعلاميين اهلاويين، يعني اعلاميين اهلاويه وطالع منهم كل الكلام الانتقادي ده. مره يبقى طالع السما، ومره يبقى يمسكوا يسلخوا. محمد رمضان المدير العام قبل كده، ولا مش عارف المدير الرياضي، مش عاجبهم يمسكوه يسلخوه. محمد يوسف يمسكوه يسلخوه، مش عارف مين يمسكوه يسلخوه. ليه كده؟ ليه؟ هل دي مصالح؟ هل دي اجنده؟ هل دي مش يا جماعه، انا نفسي جمهور الاهلي بس يبقى واعي شويه للي بيتفرج عليه، واعي شويه قبل ما يحط اي تعليق، واعي شويه قبل ما يقدم، يعرف ان اي كلمه منه كلمه ممكن تخرج يعني لاعب عن شعوره طول مباراه كامله، ممكن تخليه ما بيفكرش غير في الشتيمه اللي اتقالت على ابوه ولا على امه، ممكن تخليه مش مركز في اي حاجه الا في صاحبه اللي بياخد اعلى منه، ممكن تخليه هي دي كده احنا كبشر كده. فبلاش احنا اللي نهدم فريقنا من فضلكم. انا اسف طولت عليكم، بس فعلا انا من فتره عايز اطلع اعمل الفيديو ده، لان فعلا انا شايف ان احنا ما نستاهلش نكون بالمنظر ده، ما نستاهلش نكون موقفنا كده في الدوري، ما نستاهلش ان احنا نخرج من كاس مصر من الاتصالات، ما نستاهلش يحصل فينا كل اللي بيحصل ده. موضوع المدرب، موضوع اللعيبه هنتكلم فيهم ماشي، بس احنا نبدا بنفسنا. احنا بيقولوا علينا اللاعب رقم 1 سواء على السوشيال سواء في المدرجات، حرام. انا نفسي اتفرج على مباراه في الدوري جمهور الاهلي مالي المدرجات، الاعلام، التيفو ينزل تيفو جميل، الاغاني الجميله نسمعها، نفسنا نسمع اغاني الاهلي كده بصوت جميل ومنظمه. نفسنا مش نسمع شتايم ونسمع انتقادات بتاع ده، شتايم للعيبه وشتايم لمدربين وشتايم مش عارف ايه. ليه؟ اتمنى ان رسالتي تكون وصلت ولو لجزء بسيط من جمهور النادي الاهلي، ويوصلوها لبعض. يا جماعه وصلوها، اسعى في الخير، شيروا لزميلك الاهلاوي، شيروا على اي صفحه اهلاويه، خلي الناس تفوق شويه. احنا عايزين نفوق، والله العظيم عايزين نفوق الناس مش اكتر، عايزين فرقتنا تطلع مش اكتر، والله مش اكتر. انتوا لا شايفيني بنزل فيديو كل يوم ولا يوتيوبر ولا كلام من ده، احنا الحمد لله بنشجع الاهلي من قلبنا، مش عشان اي حاجه. يعني انتوا لو تشوفوني بعمل فيديو كل شهرين 3 مره، لكن احنا غرضنا ان فعلا ان الاهلي اليومين دول بيغرق، فاحنا مش ما نبقاش احنا اللي بندوس عليه اكتر عشان نقطع نفسه تحت الميه، مش كده. يلا ان شاء الله التوفيق لكل الاهلي، وان شاء الله الاهلي يعود تاني للانتصارات، ويبقى الاهلي دايما منتصرا باولاده وبجمهوره وببطولاته وبروح الفانيلا البلاس 90 اللي غابت عننا، وروح الفانيلا الحمراء، والكلام الجميل اللي كنا بنسمعه اللي ما عدناش بنسمعه. شجعوا اولادكم مره تاني، وحببوا الناس تاني في المدرجات، وحببوا الناس تاني في الاهلي. بعد اذنكم عايزين نشوف جمهور الاهلي بمنظر حضاري، منظر جميل، منظر جديد في المباراه الجايه وكل المباريات الجايه، مش بس مباراه واحده. ويا رب ربنا يهديكم ويهدي كل الناس، ويهدي اي حد بيسمع لاي حد عشان خاطر يوزوا على الشر. شكرا والسلام عليكم.